81 سنة عمر يختزل كفاح هذا المقاوم. محمد بن حمو يعيد قراءة جانب من تاريخ مقاومة تادلة، وهي فترة عرفت قمعا لا يطاق طال مواطنين احتجوا على سياسات فرنسا في المنطقة. بني بالله هذيك الساعة فاش كان هود انا بني بالله هنا مع صحابي ما كتقدرش دوز هنايا، ما دوز في الطريق ديال سميت ديال الكودرون ولا ديال سميت ما كاينش الكودرون، الا دزتي في الكودرون تمشي للحبس. نحن في بداية الخمسينيات من القرن الماضي. أحكم الجيش الفرنسي قبضته على المنطقة بالنار والحديد. في 53 انخرطت في المقاومة. الأول العملية اللي قمت بها أنا الماكينة ديال واحد المعمر حبسناها خربناها، وقعت واحد المظاهرة في عتاب كبيرة طلعوا فيها سميتو أكثر من 40,000 اللي طلعت للبيروا ديك الساعة فاش جينا حنايا. شتينا حنا 32 واحد صيفطونا لعين مومن، عين علي مومن، تحكمنا بعامين ديال الحبس ومليون ديال الفرنك ديال الخطية. كان سن بن حمو لا يتجاوز 18 سنة. راودته فكرة حمل السلاح والانخراط في جيش التحرير بهدف قلب موازين القوى عوض الإبقاء على التخريب والإتلاف. ملي طلعت للجيش التحرير سميتو انتقلت من هنايا، مشينا من هنا الميدالت، من ميدالت مشينا للقصر للريصاني، من الريصاني دربنا عاوتاني على السناح. لا ادنى ديال الاستعمار هو اكثر من الاستعمار. القيادة والمقدمين والشيوخ ما تقدرش تدوز عندهم، القايده ديك الساعه سميتو الشيخ هذيك الساعه كثار من العمل ديال دابا. الا شافوا العيالات كيدخلوا للديار تيسدوا الديار والله ما تخرج. وفي الليله سميتو لا باتروي كدور سميتو ما يمكنش دوز سميتو في الليله سميتو راه داخل في الحبس وصافي، ما كاينش سميتو وما كاينش اللي يسول فيك. انتصرت إرادة الملك والشعب ورضخت السلطات الفرنسية لهذه الإرادة. عاد المغفور له محمد الخامس من الملفى، وحصل المغرب على الاستقلال، أي الانتقال من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر.